المواقف اللي بنتعرض ليه دايما على الطريق لما نكون عايزين ننتقل من الطريق الرئيسي لطريق فرعي والعكس. يعني لو حد ماشي على الطريق وقرر ان هو عايز يروح الطريق علشان يخش محطه بنزين او يخش يشرب قهوه او يحط بنزين او لاي سبب من الاسباب، ده واحد من المواقف اللي انت بتتعرض لها كتير دايما على الطريق، ولازم تكون عارف ايه هي الاحتياطات المهمه جدا اللي تقدر تقوم بيها بالمناوره دي بطريقه امنه. علشان كده الخروج من الطريق السريع لطريق بطيء واحد من المخاطر الشديده او المخاطر الكبيره جدا جدا. طيب اعمل ايه علشان اكون بأتم المناوره دي بطريقه امنه؟ لازم تعرف ان الطريق محدد بحارات مروريه، واحده من ضمن الحارات اللي لازم تستعملها او اللي اتعملت عشان نستعملها في الموقف ده هي حاره التباطؤ. وايه هي حاره التباطؤ؟ هتفضل فيها اطول وقت ممكن تبطأ من سرعتك لحد ما توصل للمخرج اللي انت عايز تخرج منه. طيب تعرف حاره التباطؤ الفرق بسيط ما بينها وما بين اي حاره ثانيه، ان الخطوط المتقطعه اللي موجوده على الطريق هتكون حجمها، انما حاره التباطؤ الخطوط المتقطعه اللي موجوده ليها هي اقصر شويه واقل في الحجم شويه. طيب اعمل ايه لو انا مش عارف المخرج اللي هخرج منه، وخصوصا ان اغلب المخارج اللي موجوده على الطريق مش محدده بعلامات واشارات مروريه تقول لك ان انت داخل على مخرج؟ فلو انت عايز تخرج من الطريق فيفضل ان انت تكون ماسك الحاره بتاعت الحاره رقم 1 اقصى اليمين اطول وقت ممكن لغايه ما يظهر لك حاره التباطؤ اللي هتبتدي تنتقل ليها وتفضل موجود فيها لغايه لما تخرج للمخرج. لو انا مش عارف المخرج بتاعي فين، حاول تمسك اليمين بتاعك قبل المخرج بوقت كافي جدا جدا علشان لما يظهر لك المخرج ما تتفاجئش بيه. ودايما خليك في حاره التباطؤ، هي اللي هتساعدك ان انت تبطئ سرعتك لغايه لما توصل للمخرج اللي انت عايز تطلع من الطريق منه.